من الغلطات اللي كتير جدا مننا بيعملها في شهر رمضان هي اننا بنيجي بعد السحور مباشرة ونفضل نشرب كمية كبيرة جدا من المية. ده على اساس اننا جمال وكده، والمية دي هتتخزن جوانا وتكفينا تاني يوم طول النهار. واللي حضرتك ما تعرفوش انك لما بتشرب كمية مية كبيرة في فترة زمنية قليلة، ده بيحفز الكلية وينشطها انها تشتغل اكتر واسرع، فالكلية تتخلص من كمية المية اللي حضرتك شربتها في اول ساعتين من الصيام. وبعد كده حضرتك تقضي باقي اليوم بتلهث من العطش ومستغرب انت بتعطش ليه. وعلشان كده الطريقه الصحيحه اللي انت تحافظ بيها على نفسك من العطش ان انت تقسم شرب الميه على فترات متكرره من اول الفطار لحد السحور، وكمان تبعد عن الاكل المالح والمخللات، وتعتمد بشكل اكبر على الاكلات والفواكه والخضروات اللي فيها كميه اكبر من الالياف، لان ده بيساعد على الاحتفاظ بالميه جوه الجسم. وبس كده. كل سنة وانتم طيبين، بس اوعوا تنسوا دكتور بيست دكتورك المفضل. سلام.